قعدت افكر في الماتشات اللي النادي الاهلي بيكسبها. طبعا مش فارق مع الجمهور في حاجه، الجمهور مش فارق مع مكسب حلال، مكسب حرام، مكسب عافيه، مكسب ذوق، مش فارق معاه. كده كده الجمهور بيدار يعني. ده الجمهور نادى اللعيبه الماتش اللي فات محدش راح لهم روحوا النهارده، راحوا امبارح ولا ايه؟ ما علينا كبر. لا لكم حل والله. الحكام بيغلطوا في كل الماتشات الا الاهلي، يعني بيجوا على كل الناس الا الاهلي. فقعدت افكر كده، فوجه رساله لكل رئيس نادي. كل رئيس نادي، انت كده كده لازم مغلوب من الاهلي، هتجيب 3 هيخش فيك 4، هتجيب 5 هيخش فيك 6، هيخش فيك ازاي 6 بقى الله اعلم. ضربة جزاء ظلم، فاولات على ال 18، طرد اللاعب. ما كده كده الفار النادي الاهلي بصراحه نجم بره الملعب، نجم اتحكم في الفار تماما. فانا بناشد رئيس النادي يقعد معايا ومدير فني اكد الفرقه، والماتش وهو بيلعب ماتش الاهلي يسيب الماتش اكنها تقسيمه، اي حد يعدي يجيب جول ان شاء الله تغلب 70 80-0. ما انت على الاقل هتوفر مجهود لما تيجي تلعب الفرق الثانيه اللي بعد النادي الاهلي، مش هتبقى مجهد، ما انت كده كده هتتغلب. بس ولو النادي الاهلي زهقان يطلع بره ياخد جمهور يلعب في اي حته، في اي دوري بره مصر، مش هيخسر حاجه يعني. والله العظيم الاقتراح ده احسن اقتراح واحد. اي فرقه تلعب النادي الاهلي سيب اللعيبه تعدي وتجيب جول، تخسر 40 50 مش مشكله، ولا تفرق معاك والله العظيم.